المنطقه عندنا، فجه قال عندنا خدوه وقال له تعالى هنجيب حاجات انا وانت كده. فقعدنا ندور عليه، ابن عمه اللي دلنا عليه وقال فلان اللي خدوا معاه بالليل. احنا اكتشفنا الحكايه دي تاني يوم الصبح، احنا بندور عليه من بالليل مش عارفين الطريق. فرحنا جبنا الشخص دوت وقعد عندنا في البيت وقعدنا نكلمه، طب فين الولد؟ المهم قعد يجادلنا ولففنا في حتت كتير ما لقيناهوش فيه. فالاخر قال لك ناس خدوه مني وخدوه سلموه، يعني ناس طلعت عليه بالسلاح وخدت كل الحاجه اللي معاه وخدت الولد. طب فين هم؟ مين هم؟ قال لك ما اعرفش. الحكومه خدته وقعدت تحقق معاه ما عجبتش اي نتيجه معاه. بعد اختفاء ابني ب 16 يوم بالظبط جات لي رساله على الموبايل ان ابنك عندنا من ناس. المهم كلمت الناس ديت واتفقوا معايا على 100,000 جنيه، من هنا لهنا نزلناهم ل 60,000 جنيه. المهم حصلت شويه حاجات ان انا يعني بعت حاجات ومش عارفه ايه وجمعت لكم الفلوس. اتفاجئت ان هم بيتصلوا بيا بيقولوا لي انت ما عملتيش اي حاجه من دي، كل تحركاتي كلها كانوا متابعينها بالدقه وبالحرف. رحت لرئيس المباحث سلمته، رئيس مباحث اسمه رضا الفرج علاء خلف الله، ورحت سلمت كارت الميموري عليه 38 مكالمه تهديد، لدرجه تهديد ليا انا شخصيا. هم طلبوني انا شخصيا وانا وافقت، قلت لهم ماشي. سلمته الكارت الميموري، سلمته الارقام التليفونات عشان يتحروا عنها. الارقام اتسلمت 30/6 1/7 بالظبط. راحت النيابه، جت من الطب البتاع دي اتصالات، جت البحث الجنائي بتاعه اللهم صل على النبي 16/8. انا عرفتها 6/1 في السنه الجديده بعد ما رحت للنيابه ولا مش موجوده وما جاتش ومش عارفه ايه. رحت العباسيه لقيتها موجوده في النيابه من 16/1، وكل ما اروح اساله عليها وكيل النيابه يقول لي مش موجوده. المهم عرفنا الناس ديت فين. الناس دي في المنيا تبع مركز ملاوي. مركز ملاوي ده يبقى فيه حمل متهم اللي هو واخد ابنه. رحت وقدمت بلاغ هناك والقضيه اتحولت هناك، ورحت وكيل النيابه بتاع الملاوي قال لي يا ماما الناس دي مذكوره في قضيه قبل كده خطف برضه واحنا مش عارفين نجيبها. اداني عنوانهم مقيمين في البحيره، هم مواليد ملاوي بس مقيمين في البحيره. روح انت. هو الحكومه مش عارفه تجيب ابني ومش عارفه تجيب الناس دي، انا اروح اجيبهم؟ اداني عنوان طبعا مش بالتفصيل، ارقام بطايقهم، تاريخ ميلادهم كله، يعني عنوانهم بالظبط. طب انتوا مش عارفين تجيبوهم ازاي ما انتوا جايبين البيانات دي كلها؟ بعد 15 شهر من اختفاء ابني، بعد ما رئيس وكيل النيابه بعت لجوزي ومضاه ان ابنك مات واترمى في البحر وما فيش جثه ليه اتحللت، اتفاجئت بعد 15 شهر و14 يوم بالظبط ظهرت هدوم ابني في مجرد عظم فوق سطوح المتهم. طب مين اللي جاب الهدوم دي هنا؟ ابني اترمى بهدومه، ده على الاقوال اللي مكتوبه في المحضر ان ابني اتغرق في الميه بدماغه ووشه زرق مات رميته في البحر زي ما هو، ما جاش جنبه ولا عمل فيه اي حاجه ولا قلعه. ايه اللي جاب هدوم ابني في قلب الجمجمه دي؟ عملنا تحليل الدي ان ايه مرتين، مره للجثه اللي طلعت فوق السطوح، اللي طلع الجثه بعد اختفاء ابني باسبوع وعملنا لها تحليل دي ان طلع مش هو. تاني جثه برضو طلعت ديت مجرد جمجمه بس ولا جسمان ولا اي شيء، وهدوم ابني فيها سليمه جدا. رحنا عملنا تحليل الدي ان طلع مش هو. رحت للشخص دوت كان عندي جلسه، رحت له بقول له ابني موته ورميته في الزباله. ده اللي هو المتهم. قال لي مش ابنك. قلت له لا هدوم ابني والتحليل لسه ما طلعش. قال لي بقول لك مش ابنك وهيطلع مش ابنك. ابنك عايش موجود. طب فين هو؟ يقول لي ما اقدرش ان انا اقول، انا بحمي بيتي وعيالي. بتحميهم من مين؟ قول لي ابني فين وانا هروح يا في وسط النار هجيبه، بس عرفني. الحكومه طبعا اللي يقول لك ان الحكومه بتساعد في الموضوع بتاع الاطفال ده يبقى كداب، يبقى خايف. الحكومه ما بتعملش اي حاجه. انا رئيس المباحث قال لي امشي من هنا، ابنك ولا اول عيل ولا اخر عيل هيتاخد. طب انتوا لازمكم ايه في مكاتبكم؟ وزير الداخليه فين من الكلام ده؟ وكيل النيابه قال لي ما تجيش تسال على القضيه هنا تاني كده في وشي. قلت له سلم لي جثه ابني ادفنه وانا اقول لك ابني مات، لكن بالطريقه دي ابني ما ماتش. يقول لي لا ابنك مات وتحلل في البحر. انا رحت جميع الاماكن اللي تتخيل لك في تبع المياه وعملت بلاغ. المفروض ان البلاغ بيروح مديريه امن القاهره بيلف على المحافظات كلها، لا انا اللي رايحه عامله البلاغ، عامله في بورسعيد وعامله في المنيا وعامله في اسكندريه. انا لسه كنت في دمياط من قيمه اسبوعين، ولد شبه ابني بالظبط. انا نزلت دمياط، بعد ما نزلت دمياط وعملت بلاغ في المباحث ونزلوا يدوروا عليه، الولد اختفى تماما هو والشخص اللي كان معاه، رغم ان هو بيظهر كل يوم. الناس اكدوا لي في دمياط ان هو بيظهر كل يوم في المنطقه دي.